اهلا متابعين قناه رأي عام، اتمنى كلكم تكونوا بخير جميعا. تفاصيل جديده في قضيه البلوجر الشهيره هدير عاطف. ما زالت قصه البلوجر المعروفه هدير عاطف التي تم اتهامها واخرين بالنصب على 16 مواطن قدموا بلاغ رسمي للجهات المعنيه. هقول لكم ايه الجديد في القضيه علشان الناس اللي بتتابع القضيه دي. وزاره الداخليه اعلنت انها قبضت على طليقها المتهم الاول في القضيه، وتم تحديد مكان اختبائه، كان موجود في شقه في الطلبيه بمحافظه الجيزه. وطريقها اعترف انه قام بارتكاب الواقعه، واسمه بلال ده كان كاتب ادمن صفحته من ايام انه انهى حياته وانتحر وفارق الحياه. وقال كمان الله يرحمه، وده بيفكرني بواحد صاحبي على منصه اليوتيوب بس ما علينا. النيابه العامه قالت انه جاري استجواب بلال، وامرت بحبس الثلاثه المتهمين الاخرين 4 ايام على ذمه التحقيقات، وتم تجديدها ل 15 يوم. وهم هدير عاطف البلوجر الشهيره، وهاجر فاروق اخت طليقها، وتامر عادل جوز اخت طليقها. التحريات توصلت لصحة ما جاء في البلاغات التي تقدمت بها ضدهم. طبعا ده بناء على بيان النيابة العامة، والنيابة العامة قالت في البيان ان البلوجر المعروفة استغلت متابعين ليها كتير على السوشيال ميديا واخدت منهم فلوس عشان تستثمرها. الكلام ده كان بيتم في مقر الشركة وهمية في التجمع الخامس. النيابة قالت كمان في البيان بتاعها ان المتهمة هدير اعترفت في التحقيقات ان جوزها كان بيطلب منها انها تقول للمتابعين وتطلب منهم دوت من 7 شهور تقريبا، وانه ياخد فلوسهم عشان يستثمرها في مجال تجارة العقارات والسيارات. وكمان الفلوس دي تم تداولها في البورصة مقابل انه هيقدم لهم ارباح، وان الارباح دي كانت بتوصل ل 350% و200% ومن 200 ل 350%. رقم يعني مش معقول ان في حد يتصور ان في حد ممكن يديله الارباح والفايده دي. بكل اسف الضحايا والطمع سهل للمتهم انه ينصب عليهم. وفي بيان النيابه العامه كمان المتهمه قالت، وده مهم جدا، ان هي كانت حلقه الوصل بين المتهم والضحايا. والغريب وده من كلام محامي البلوجر هدير عاطف، ان المتهم بلال طريقها قال في التحقيقات انه نفى عن البلوجر اشتراكها معاه في الاعمال دي، وقال انها هتخرج على ذمه القضيه بكفاله لانها معلوم مكانها وهي معاها طفله عمرها 4 شهور رضيعه، والقانون بيكفل لها ده من جهه تانيه. قال ان ام البلوجر راحت للنيابه واعتذرت عن الفيديو اللي قالت فيه ان بنتها اتخطفت، وانها ما كانتش تعرف مين اللي اخذ بنتها، وانها تجهل الامور دي ولذلك اعتذرت. القضيه واخده صخب كبير في مصر وهنتابع معاكم التحقيقات اول باول من بيانات النيابه العامه او لقاءات المحامين مع وسائل الاعلام. ولكن لازم اللي نقوله فكرة الاستثمار، واي حد يقول هنستثمر فلوسكم وهنديكم فيها النسبة المهولة دي في الارباح، كان من اولى انه ياخد قرض وهي نسبة فايدته بتكون اقل من الارباح اللي هيقدمها لكم. مش كده ولا ايه؟ وعلى رأي المثل خلي اللي بيتكلم مجنون واللي بيسمع عاقل. فمن المفروض بكل اسف اللي اتعرض على الضحايا فوائد مبالغ فيها وخيالية جدا. كان فين عقلكم بجد؟ إذا كان أعلى أرقام بيوصل لها البنوك في مصر ما بتوصلش في السنة ل 18%، ودول خبراء ومتخصصين في مجالهم، إزاي أنتم تقتنعوا بالرقم المهول ده وتدفعوا فلوسكم كده؟ وقبل ما تتأكدوا إن المقر اللي أنتوا رحتوه دفعتوا فيه فلوسكم لشركة وهمية، كان المفروض عليكم إن كنتوا تتأكدوا إن الشركة دي حقيقية ولا وهمية. مش كده ولا إيه؟ أنتم جريتم ورا الطمع وخيالكم، دي الحقيقة. عموما هنتابع التحقيقات في الأيام الجاية ونتكلم معاكم تاني. اخواتي الغاليين، اتمنى لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو اتمنى عمل لايك وكومنت وشير، ولو اول مره بتشرفوني في القناه اتمنى عمل اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل لايك وكومنت للفيديو. وشكرا لكم جميعا على المتابعه، اسيبكم في رعايه الله وحفظه. سلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.